بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا أحلى بنات في الكون؟ يا رب تكونوا بخير وكل عام وأنتم بألف خير بمناسبة شهر رمضان المبارك. أعداه الله علينا وعليكم باليمن والخير والبركات. النهاردة بقى معايا مجموعة من الوصفات اللي هتناسبك في شهر رمضان المبارك. طبعا الجسم بيفقد العديد من العناصر، بيبقى محتاج لترطيب، بيبقى محتاج لتغذية، وخصوصا فترة الصيام. هعمل لكم مجموعة من الماسكات اللي بترطب وبتغذي الشعر وبتطوله. بجد 5 ماسكات فعالين جدا جدا وطرق جديدة أول مرة تشوفوها معاكم في قناتي، قناة ديدا عبد القدوس. ما تنسيش بقى تضغطي لايك وتشتركي في القناة، ما تنسيش تضغطي على علامة الجرس وبعد كده كلمة الكل عشان يوصلك مني كل جديد بأمر الله تعالى. يلا بقى تعالي معايا ونشوف الوصفات اللي هنعملها مع بعض. هاتي ورقة وقلم واكتبي يلا معايا وطبقي بالظبط. اول ماسك معانا هنستخدم فيه معلقتين كبار من الحلبة البودر، او تجيبي حلبة حصى تطحنيها لغاية ما تبدأ بودر وتستخدمي 2 معلقة. بعد كده هضيف عليها 6 معالق من ماء الالوفيرا. ممكن تجيبيه تلاقيه جاهز في الصيدلية، او ممكن تجيبي جل الصبار وتبدأي تخففيه بماء دافئ. كمان هضيف مع 4 معالق من زيت الروزماري، وطبعا ده فايدته ان هو بينشط الدورة الدموية الموجودة في فروة الراس. هتبداي تخلطي كل المكونات دي مع بعض. 2 معلقة من الحلبة البودر، 6 معالق ماء الالوفيرا، وكمان 4 معالق زيت الروزماري. الماسك ده هتضعيه على فروة راسك طول الليل وبعد كده تغسليه صباحا. تاني ماسك اللي هو ماسك الحبة السوداء أو حبة البركة. هنطحن الحبة البركة وهنستخدم منهم 2 معلقة كبار، وهنضيف عليهم 4 معالق كبار من حليب جوز الهند. هنخلط الموضوع ده كله على بعض وهنتركهم من ساعة لساعتين قبل الاستخدام، بحيث ان حبة البركة او الحبة السوداء تتشرب كل حليب جوز الهند. بعد كده هتضعيه على جذور شعرك طول الليل وبعد كده هتغسليه صباحا. معانا ومعاكم تالت ماسك اللي هو ماسك زيت الخروع. هنستخدم 4 معالق كبار من زيت الخروع، هنضيف عليهم 2 معلقة من زيت جوز الهند، وكمان هنستخدم بالقطارة 6 نقاط من زيت النعناع. نلاحظ ان زيت النعناع هنستخدمه بالنقاط وليس بالمعالق، 6 نقاط. هتقلبي كويس وتضعي على فروة راسك، وكمان هتضعي على شعرك. هتعملي الاول مساج من 5 ل10 دقايق السائل ده، وهتتركي الموضوع ده على شعرك طول الليل وهتغسليه صباحا بأمر الله تعالى. لاحظوا ان كل ماسكاتنا هتتعمل طول الليل وتغسليه في الصباح ان شاء الله تعالى، وده بيبقى شكل الماسك النهائي. بعد كده هديكوا رابع وصفة، والحقيقة وصفة دي بعشقها، جميلة جدا. هنستخدم بودرة الكركديه. هتجيبي كركديه وتطحنيه، يا اما هتجيبيه بودرة عادي كده. وفي الاناء بقى بتاعنا هنضيف 2 معلقة كبار من بودرة الكركديه. هتجيبي 4 معالق من ماء الرز المخمر. هتغسلي الارز وتسيبيه في المية بتاعته كده وتخمريه، وتاخدي 4 معالق من ماء الارز. هتضعي طبعا هتقلبي كويس لحد ما تندمج كل الخلطات، وبعد كده هتعمليها على فروة راسك وتسيبيها طول الليل طبعا وتغسليها صباحا. اخر ماسك معانا، والماسك ده جميل جدا وفوائده عظيمه، وهو من جل الصبار الطبيعي او جل الالوفيرا. هتجيبي 2 معلقة من جل الصبار وتحطي عليهم 1 معلقة من زيت جوز الهند. هتعملي بالموضوع ده مساج في فروة راسك، وطبعا المساج زي اللي اتكلمنا عنه قبل كده يبقى بلطف وببطء، ما تعمليش المساج ده بقوة علشان شعرك ما يتزعزعش وما يتخلخلش من مكانه. يبقى 2 معلقة من جل الصبار و1 معلقة من زيت جوز الهند وتبداي تقلبيه. طبعا الماسك ده برضو هتضعيه طول الليل وتغسليه برضو صباحا بأمر الله تعالى. بجد بجد لو طبقتي المجموعة من الوصفات دي بجد رائعة وهتنفعك جدا جدا، خصوصا في شهر رمضان المبارك. تعالوا بقى، او ماسك الحبة السوداء، او السائل بتاع زيت الخروع، او ماسك بودرة الكركديه، او ماسك جل الصبار. كل المجموعة دي بجد انا بعتبرها مجموعة تغذية للشعر. يعني انت هتغذي شعرك، هتغذي البصيلة، هتنشطي الدورة الدموية. ده هيخلي اول حاجة شعرك الخفيف بأمر الله تعالى هيبدأ يبقى كثيف. لو في عندك فراغات في شعرك، الفراغات دي هتتملأ
لو عندك شعر منحول في مقدمة الراس هيبدأ بيبي هير يطلع كده، وتبدأي تتخلصي من المشكلة اللي بتقرقك دي. كمان بيعمل لك على علاج الصلع والأماكن الفارغة اللي موجودة في راسك. فده بالنسبة لموضوع تكثيف الشعر. بجد مجموعة الوصفات اللي قلتها لكم النهاردة خطيرة، جميلة جميلة جدا في تكثيف الشعر، وخاصة الماسك زيت الخروع مع زيت جوز الهند مع زيت النعناع، بجد رهيب. كمان مجموعة الوصفات دي هتمنع تساقط الشعر. تمام، لو انت بتعاني من تساقط الشعر سواء اثناء التمشيط او عموما، طبعا لازم في البداية لو عايزة تعرفي سر تساقط الشعر لازم تعملي تحليل CBC عشان تشوفي هل الأنيميا عندك مرتفعة منخفضة، لأن برضو الأنيميا لها دور كبير في موضوع تساقط الشعر. لو استمريتي على مجموعة الوصفات دي هتلاحظي الشعر بدأ يقل التساقط فيه بشكل كبير جدا إلى أن يقف التساقط نهائيا. كمان لو بتعاني من القشرة الموجودة في فروة الراس، وخصوصا القشرة العنيدة سواء بقى قشرة جافة أو قشرة دهنية، طبعا ده بيختلف من بشرة فروة راسك عن بشرة فروة راس غيرك. فالوصفات دي بتخلصك من القشرة نهائيا. كمان بتعمل على تغذية البصيلة، بتنشط الدورة الدموية الموجودة في فروة الراس، بتوصل التغذية المناسبة سواء بقى الدم المحمل بالأكسجين بيوصلوا البصيلة. فالبصيلة لما بتتغذى الشعر بيبدأ يطول بطريقة صحية. أنا قلت لك مجموعة الماسكات اللي عملناها النهاردة دي مجموعة ترطيب من الدرجة الأولى. يعني لو حضرتك بتعاني من الشعر الجاف أو الشعر المجعد، الشعر اللي فيه تموجات أو كسرات، لو بجد اعتمدتي الوصفات دي بجد هتعملك ترطيب رهيب، هتخلي شعرك صحي فيه لمعة صحية جميلة. شعرك الويفي هيبقى ستريت ومفرود بشكل جميل جدا. وعايزه انصحك نصيحه، لما تيجي تعملي اي ماسك من دول تحاولي تعمليه وشعرك مفرود، يعني ما تعمليهاش بشكل كده كروكي اي كلام كده، لان لو انت حطيتي الماسك على شعر متكسر او مش معمول باهتمام بعد ما تغسلي الماسك او الوصفه هتحسي ان شعرك برضو مكسر ومش الصوره اللي انت متخيلاها. فلو عملتي الماسك على شعر مفرود صدقيني بعد ما تغسلي شعرك هتحسي ان انت شعرك مفرود، حتى لدرجه انك ممكن تستغني خالص عن السشوار او البيبيليس. كمان عايزه اقولك ده بالنسبه لشهر رمضان، زي ما قلت لك هتستخدمي كل وصفه لمده اسبوع. طيب بعد شهر رمضان ان شاء الله تعالى هتستخدمي الوصفه 3 مرات او سوري الوصفه الواحده 3 اسابيع. تمام. طيب اشمعنى شهر رمضان هنستخدم كل وصفه لمده اسبوع؟ لان شعرك محتاج تغذيه كبيره جدا جدا خصوصا في وقت الصيام. حضرتك مش بتدي جسمك القدر الكافي من الماء، مش بتدي جسمك القدر الكافي من التغذيه، بالتالي هيأثر او بينعكس التأثير ده على كمان شعرك. فمجموعه الوصفات دي يعني بتديكي حاجة تعويضية أو حاجة بديلة عن اللي حضرتك بتفقديه خلال وقت الصيام. فلو انت هتعملي ال5 وصفات دي في شهر فتعملي كل وصفة لمدة أسبوع. طيب فيما عدا ذلك لا، كل وصفة لمدة 3 أسابيع، ده طبعا بعد الشهر الكريم إن شاء الله تعالى. البوينت اللي عايزة أقولها لكم برضو لازم تعمليها أثناء النوم، لأن الوقت ده اللي فعلا شعرك هيتغذى تغذية كبيرة جدا جدا جدا. يعني تضعيها وتخلدي إلى النوم، وصباحا بأمر الله تعالى تبدأي تغسلي شعرك بشامبو طبي أو عشبي، وشوفي بقى جمال شعرك بعد الوصفات دي.